في لعيبه بتبقى انطلاقه مسيرتهم بلقطه تاريخيه هم نفسهم ما كانوش يحلموا بيها، بتخلي في لحظه واحده الجمهور كله عارفهم، زي اللقطه دي كده. حاجه تفرق. جبهه اليمين فتحت، شهاب ادي واحده يا شهاب، واحده يا شهاب، يا ولد يا ولد، شهاب دور الملعب. طبعا بنتكلم عن شهاب الدين احمد، لاعب خط وسط النادي الاهلي السابق، اللي بعد ما الكل توقع له مستقبل باهر ولقبوه بالجزار بقى لاعب اتلفه الهوى. بضاعة أتلافها الهوى. شهاب كان واحد من جيل منتخب الشباب اللي لعب كاس العالم في مصر 2009 وتصعد للفريق الاول في النادي الاهلي في موسم 2008-2009، لكنه ما شاركش غير في ماتش واحد في اخر الدوري لمده دقيقتين. وانطلاقته الحقيقيه كانت في الموسم اللي بعده اللي سجل فيه هدفه الشهير في الاتحاد الليبي. والحقيقه انه شهاب على عكس اغلب لعيبه جيله خد فرص كتير في الاهلي، لكن نقدر نقول ان هو ما استغلهاش وما اثبتش نفسه، وفي الاخر مشي من النادي الاهلي في 2014 بعد ما عمل مشكله مع احد المدربين في النادي. والحقيقه انا مش شايف ان المشكله دي هي السبب